إعلان شيك، صور بتلمع، وسعر لقطة على فيسبوك، بس الحقيقة إنك ممكن تكون بتشتري مصيبة وإنت مش دريان. صفحات زي دوجي كار بدأت تكشف المستور عن عصابات إعادة تدوير العربيات اللي كانت خردة وبقت تتباع كأنها فابريكا. المحتالين بيستغلوا ثغرة خطيرة جدا، وهي إن تسجيل حوادث التأمين في السيستم بياخد شهور وساعات سنين، فبيصلحوا العربية ويبيعوها وهي لسه بيضة في التقارير الرسمية، رغم إن هي كانت بايظة في الحقيقة. الحل إنك ما تصدقش الورق بس، لأن الورق بيتأخر لكن الأثر الرقمي ما بيكدبش. لازم تتتبع رقم الشاسيه في سجلات المزادات القديمة، وهناك هتكتشف صور العربية وهي بايظة قبل ما تترش وتتلمع وتتعرض ليك على السوشيال ميديا. أهم حاجة لازم فحص ميكانيكي في مركز معتمد يكشف اللحامات المستخبية في الشاسيه والقوائم اللي ممكن تنهي حياتك في أول مطب. بس السؤال دلوقتي، هل حصلت مع حد تعرفه قبل كده واكتشف إن عربيته كانت خردة قبل ما يشتريها؟ شاركنا برأيك في الكومنتس.